السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده بصل كان نخش على الفيديو على طول كده. ده بصل كان عندي في الفريزر، طلعت كيس وحطيت بهارات وعصرت ليمون. بهارات دي بهارات فراخ وملح وفلفل وبس كده، ملح وفلفل وبهارات فراخ. وجبت الفراخ بتاعتي، رحت بصوا بقى تحت الجلد كده. انا بجهز للعزومه دي من قبلها بيوم بالليل. انا هنا بعد ما امسك الفراخ اتبلها كويس قوي بالبصل وبالبهارات و... وليمون، هدعكها دعكه حلوه كده زي ما انتم شايفين، وسبتها في التلاجة، غطيتها وسبتها لتاني يوم. هنا بقى كنت عملت المحشي. طبعا انا ما رضيتش اشغلكم بموضوع المحشي، انا طبعا عامله المحشي معاكم اول يوم رمضان، كل سنه وانتم طيبين. عملت حلتين محشي حلوين كده اهو. ودي كانت تسبيكه، انا بحب اسبك دايما بزياده شويه. هنا اللحمه متعصجه عندي، حطيت عليها فلفل الوان. بص الشوربه بتاعتنا، يا سلام. هنا كنت بوريكم ان انا مجهزه كل حاجه من قبلها بيوم. حشيت المحشي قبلها بيوم بالليل، وعصرت اللحمه وتبلت الفراخ، وقمت الصبح يا دوب سلقت الفراخ. وقلت بقى اعمل معاكم البشاميل واجهز معاكم بقى بقيه الاكل كده على السريع، واقول لكم افكار حلوه للعزومات ممكن تعملوها ازاي. تمام. هنا جبت صينيه معايا، حطيت فيها بشاميل من تحت، وحطيت جزء من المكرونه، وهحط اللحمه المفرومه، وهحط موتزاريلا، وهحط شويه بشاميل تاني. وبعد كده احط الطبقه التانية. عايزه اقول لكم اللمه الحلوه بتبقى، بصوا يعني ما لا تقولوا بقى اكل ولا شرب ولا الكلام ده كله، مفيش احسن من اللمه الحلوه. وطبعا العزومه دي معموله على شرف ابن حبيبي، ربنا يبارك لي فيه ويحفظه يا رب، هو واخواته. خلاص الحمد لله، خلص الخدمه، خدمه الجيش، ورجع لي في الف سلامه في حضني. وبالمناسبه دي بقى لميت كل حبايبي حواليا. تمام. العزومه انتوا هتشوفوها للاخر ان شاء الله، هوريكم انا عملت ايه. بس طبعا كان في ملوخيه، كان في حاجات تانية. الحاجات دي كلها كانت بتتغرف بره على السفره، وهوريكم بس المضمون من العزومه كلها عملت ايه. تمام. حطيت كده بقيه البشاميل، حطيت قصدي بقيه المكرونه، وبعد كده هنزل عليها بالبشاميل بتاعنا. تمام. عايزه اقول لكم يعني الحمد لله الحمد لله، بصوا يعني والله العظيم الاكل فعلا كان فيه بركه، كان فيه بركه بجد. الحمد لله. ربنا يديم الناس الحلوه في حياتنا و... ودايما كده متجمعين في السعد وفي الفرح وفي الهنا. عايزه اقول لكم هتشوفوا في اخر الفيديو انا كنت مبسوطه ازاي وفرحانه ازاي بوجود الناس دي حواليا، وبوجود ابني حواليا. وبصوا يعني الحمد لله، ربنا يا رب كده يدخل الفرح في قلوبكم ويسعدكم زي ما ربنا اسعدني كده بالناس اللي حواليا الحلوه. هنا بقى كنت بعمل الجلاش. عملت جلاش. بصوا هو الفيديو سريع شويه، بس حبيت اوريكم افكار حلوه للعزومات. تمام. هنا بقى كنت بعمل الجلاش، برضو جلاش بدهن الصينيه عندي سمنه او زبده المتاحه عندي، بس السمنه بتبقى افضل من الزبده عشان ما تحرقش معاكي. وبعد كده بتحطي طبقتين من الجلاش، وبعد كده بتدهني سمنه، تحطي طبقتين تاني على حسب الكميه اللي انت هتحطيها، وبعد كده بتحطي اللحمه، ونرجع نحط بقيه الطبقات بتاعتنا وبنقطعها. ونجيب بقى، هتشوفوا هنجيب شوربه عليها كوبايه لبن، وهنسقي بيها الجلاش. وبعد كده هنضرب بيضتين كده مع شوية لبن وفلفل أسمر وملح، وهندي الصواني بتاعتنا من فوق هنرشها. وبعد كده معلقة سمنة ودخليها الفرن. عايزة أقول لكم بسم الله ما شاء الله، الجلاش من فوق ومن تحت كان مقرمش وجميل وهايش. والمهم جدا في ده كله احنا بنحط علشان الرقاق أو الجلاش معاكي يطلع منفوش وحلو، بنجيب كيس بيكنج باودر، بنحطه مع البيض واللبن. بنجيب كيس من البيكنج باودر بنحطه مع اللبن والبيض. هتشوفوا الكلام ده كله دلوقتي، بس انا حبيت اقول لكم ان انا فرحانه بس. عفوا. وبحط طبعا موتزاريلا كده في النص، برضو بتدي مطه حلوه قوي. لو عملت الجلاش بالطريقه دي هتعجبكم قوي.
بصوا هنا كنت بقطعه بقى لمربعات كده صغيره، قطعيه زي ما انت عايزه، عايزه تقطعيه مربعات سمبوكسات زي ما انت عايزه، التقطيع اللي تناسبك يعني. انا بحب اقطعه كده، وبعد كده بحط شويه شوربه ولبن. الموضوع ده مهم جدا، بيخليه مورق كده وحلو وطري وجميل بصراحه. يعني عايزه اقول لكم النهارده جلاش الاكل بصراحه كان طالع حلو قوي. مش عارفه، هنا جبت 3 بيضات، حطيت عليهم كيس من البيكنج باودر، وهبتدي ان انا اقلب كده وانزل باللبن، هقلب كل الكلام ده مع بعضه، هتلاقيه بيفور معاكي كده من البيكنج باودر. بس عايزه اقول لكم بيخليه بيودي الجلاش في حته تانية. قلب تقليبه حلوه كده، والشوربه بتاعتنا تبقى متحيقه وحلوه. الشوربه صراحه اغرتني، انا ساعات ما بحط الشوربه بستكفي باللبن، بزود شويه. هنقلب تقليبه كده حلوه، وهنزل الاول هنا. بصوا الشوربه دي انا حطيت لها كوبايه من اللبن. مش عايزه تحط لبن مش مشكله، مش عايزه تحط شوربه برضو ما فيش مشكله، بس انا هنا دي طريقتي في الجلاش. لما بيكون عندي شوربه حلوه بعمل كده، ما عنديش شوربه حلوه بزود اللبن شويه مع البيض والبيكنج باودر، وبحيها بالملح والفلفل الاسمر، وخلاص على كده. مهم جدا الخطوة اللي هنعملها بعد كده، ايوه هي دي. لازم نميل الصينية بتاعتنا شمال ويمين علشان كلها تتشرب. هنا معلقة سمنة بلدي بقى كده، ودخلنا الفرن، والاكل طلع كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى، بصوا بقى الجمال والحلاوه، بسم الله ما شاء الله. الف هنا على كل اللي اكل واللي شرفوني ونوروني وشاركوني فرحتي بوجود ابن حبيبي، ربنا يحميه ويحفظه يا رب. طردوني بره المطبخ، قال لي مهمتك انتهت على كده. دي بقى النهارده سفرتنا، وادي عزومتنا خميس يوم العيد. اتلخبطت ومش هشيلها في المونتاج. شفتوا بقى النهارده عيد بالنسبه لي. النهارده العزومه دي على شرف ابني حبيبي، خلص الجيش الحمد لله على خير، والعزومه دي على شرف ابني النهارده، ولمين حبايبنا جنبنا وحوالينا، كل سنه وانتم طيبين. وده كانت النهارده فطار. طبعا في ملوخيه بره وفي حاجات تانية، بس احنا ما فيش مكان اصلا. بس هو ده مضمون الموضوع. عايزه اقول لكم اني مش بالاكل ولا بالشرب ولا باي حاجه، بلمه الحبايب حوالينا دي بالدنيا وما فيها. طبعا كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين طبعا. وعايزه اقول لكم ان دي عزومتنا النهارده، ودي افكار حلوه لو حابين انتوا تعملوا عزومات تقدروا تعملوها ازاي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.